حبايبي عاملين ايه؟ هنعمل النهارده بقى مع بعض البانيه بطريقه تجنن. طري من جوه ومقرمش من بره، لون وطعم وشكل حاجه كده اخر جمال. تابعيني بقى في الفيديو، وما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بنزلها. بحبكم في الله. ونبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى عليها أفضل الصلاة والسلام. القناة عليها فيديوهات كتير هتعجبك إن شاء الله. ورمضان داخل بقى، كل سنة وانتم طيبين، وهنزل لكم فيديوهات حلوة كتير انتظروني فيها. معانا هنا بقى ده كله، الكمية دي كلها نص كيلو بانيه بس. نقعته كويس في مية وخل وليمون عشان طبعا الزفارة. معانا هنا بقى بصلاية كده مبشورة، نزلت عليها بملح وفلفل اسمر. نقلب بقى المكونات بتاعتنا كده، وننزل كمان بشوية خل وليمونة كاملة. بس هنا لقطة الليمون مش عارفة ما اتصورتش ليه. نزلت بقى على بالبانيه على الخلطة اللي احنا لسه عاملينها سوا، وحطيت هنا بيضاية واحدة بس. تمام كده، نقلب البيضاية كويس كده فيها. والله يا جماعة اجمل بانيه هتدوقوه، انا كل اللي بيدوق عندي بيشكر فيه وبيقول لي الطريقة بتاعته ازاي. هيعجبكم ان شاء الله. متنسوش بلايك واشتراك في القناة وتكونوا من المتابعين ليا ان شاء الله. هنا بقى معايا الخليط بتاعي، دقيق، معايا الفيجيتار حار بجيبه سايب من عند العطار. هاتي بقى الكمية اللي تعجبك ب20 جنيه كده، اللي يفيد منك خليه في البيت. وبحط عليه دقيق ونشا، ده الكفر بتاعي. وببطط بقى كده البانيه كويس، بخلي الكفر يجيب كل مكان فيه كده، ببططه بايدي كويس كده عشان الكفر بتاعه ما يسيبش منه. تمام، نبتدي بقى نقليه، الزيت يبقى سخن طبعا. ادي الكمية كلها بقى عملناها سوا. الزيت يكون سخن كده بالشكل ده. واول ما ياخد لون من ناحية نقلبه للناحية التانية. بصوا الكفر هنا متماسك ازاي، هيطلع معاكم بالجمال ده. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. وهنزل لكم ان شاء الله في رمضان بقى الكحك والبسكوت والبطفور والغريبة، كل حاجة هتعجبكم ان شاء الله. اعملي بقى جنبه مكرونة، اعملي جنبه كشري الحاجة اللي تعجبك اعمليها جنبه. بطاطس محمرة، انا عملت هنا جنبه كشري عشان نجيش بالليل بقى ندور على اكل تاني. الكشري انا بعمله جميل جدا. ادخلي بقى على القناة كده وشوفيه، هيعجبك قوي، طعمه مميز اجمل المحلات بكتير. وعملت بقى الحلو بتاعنا هنا بسبوسة، برضو طريقتها هتلاقيها على القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم.